ربنا يزيد ويبارك. الأرنبة ولدت، هما مش أرنبة واحدة يعني، ربنا يزيد ويبارك. 3 ولدوا عندي، 2 ولدوا في الصفيحة، وواحدة ولدت هناك في المكان التاني دوا. كان عندي مشكلة في الأرانب الأول، نفس الأرانب دي على فكرة كان عندي مشكلة معاها، كانت الواحدة بتولد 1 أو 2 بس بالكتير في كل مرة. أنا كنت فاكرة إن المشكلة في الأرانب، بس كانوا كلهم كده. بس بعد كده لقيت، اتصرفت في عدد كبير منهم بصراحة. بس بعد كده لقيت الأرانب ما بقتش تحمل ولا تولد تاني، قعدت فترة كبيرة 3 شهور، كانت جاية عليا بخسارة بقى، فاتصرفت في عدد كبير منهم وسبت لي 5 كده، وقلت اشوف بقى ايه المشكلة. فبمسك الذكر، احنا عارفين ان مشكلة العدد دي من الأنثى، لكن انا بمسك الذكر لقيته مفيش خالص، يعني حتة جلدة كده، يعني انتوا فاهمين قصدي. فطبعا كان لازم اتصرف، فجبت ذكر جديد، اللي هو الانتاج الاسود ده ما كانش عندي. كان عندي ابيض او ابيض فاصفر او ابيض في رصاصي، لكن الانتاج الاسود ما كانش عندي، فجبت ذكر لونه اسود. بعد ما غيرت الذكر على طول، يعني بعدها بشهرين، لقيت الارانب حملت وولدت. العدد اختلف نهائي يا جماعه، يعني الواحده اللي كانت بتجيب 1 أو 2 في المره بقيت تجيب 6 و7. يعني في واحده المره دي اول ولده ليهم من ساعه ما جبت الذكر الجديد. واحده ولدت 7، وواحده ولدت 6، وواحده ولدت 4، دي اقل واحده فيهم. الاول كانت الواحده بتولد 1 أو 2 بالكتير. زي ما احنا شايفين العدد الحمد لله زاد. دول مولودين اولة امبارح، يعني هما شكلهم بصوا عاملين ازاي، جعانين على فكره قوي، لان هما اساسا و2 والدين هنا. فانا هحاول ادخل الام ترضعهم دلوقتي، لان هما بيطلعوا بره الصفيحه. بصوا عاملين ايه. ف يعني غيروا الذكر، هتلاقوا الموضوع اختلف معاكم نهائي. يعني لو عندكم المشكله نفس المشكله اللي عندي دي، غيروا الذكر وانتوا هتلاقوا المشكله اللي عندكم اتحلت. لو كل الارانب كده، يعني ممكن يكون في واحده بس كده، دي طبيعتها كده، المبايض اللي عندها كده، لكن لو كلهم بالشكل ده يبقى في مشكله عندك في الذكر زي ما حصل عندي. فانا بسال الراجل اللي انا بشتري، اللي اشتريت منه الارنب، بقول له ان الارنب مش شغال خالص. قال لي دي ممكن تكون مناعته، يعني ما عندوش مناعه او مناعته ضعفت، بس هو يعني انا لحد دلوقتي سايباه ما ذبحتوش لسه او اتصرفت فيه. هو يعني بياكل ويشرب وصحته كويسه، لكن يعني مش شغال خالص يعني. فانا ما حاولتش اعالج بصراحه، لان موضوع العلاج بيطول، يعني ما بيطول مع الانسان، ما بالك الحيوان. فانا بصراحه خدتها من قصيرها وجبت لي ذكر جديد. فانتوا، لان انا اي حاجه بتطلع، دي مشكلتي انا، ان اي حاجه بتطلع بتصرف فيها على طول، لان ما عنديش مكان. فانا المفروض اسيب لي 2 او حاجه او 3 ذكور، عشان ما بعد كده ما اشتريش من بره، يبقى عندي بدل الواحد 2، عشان السبب دو، بسبب ضعف الانتاج دو. لان الارانب بتاكل كتير بزاد البلدي، وانتاجها لو قل هيبقى بخساره علينا. فانت جربي غيري الذكر. لو عندك المشكله دي زي ما حصل عندي، غيري الذكر وشوفي. ادعوا لنا دعوه حلوه كده، ربنا يزيد ويبارك في الحاجه اللي عندنا. واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم جميعا.